معانا متعرف على حضرتك؟ احمد سعد. استاذ احمد، حضرتك واقف على شاطئ الشاطبي في اسكندريه. صح. يعني انت كل يوم بتيجي المنطقه هنا؟ لا، كل خميس. كل خميس. هوايه هاوي يعني؟ هواية. وكل الناس اللي واقفين دول هواه ولا محترفين؟ لا، في معظمهم محترفين ومعظمهم لا. يعني ممكن الصيد ده الناس تعيش منه وتجيب سمك تبيعه لا، هو وتبقى. ما يتباعش. هو اصلا البحر دلوقتي مش للبيع خالص. هو البحر اللي تصطاد منه كهوايه. يعني بتجيب لك مثلا نص كيلو، ربنا لما يرزقك نص كيلو ونص. انت والعيال بس. دي لكبار السن او للشباب اللي هم مثلا عندهم يوم اجازه ولا حاجه، بينزلوا هوايه كده بيصطادوا. كويس. طب انت ممكن تيجي يوم وتروح من غير سمك؟ عادي. ده الصيد ده هوايه تمام، وبيعلم الصبر فاهم، وبيعلم ناس كتير قوي جدا الصبر فاهم. والصيد دوت هوايه. انت بقالك قد ايه بتصطاد؟ بقالي حوالي 4 سنين. انت داخلها وانت كبير مش وانت كنت صغير؟ يعني انت عندك كام سنة دلوقتي؟ 25. طيب يعني بقى دخلتها وانت عندك 21 سنة. 21 حد علمك تصطاد ازاي ولا انت ناس جيت كده؟ كبيرة. ناس كبيرة. وحبيتها ليه؟ حبيتها عشان بتعلم الصبر. صبر. طب فعلا انت جربت نفسك بره في حياتك العادية ولقيت نفسك بتصبر؟ بصبر في كل حاجه الحمد لله. يعني حد ضايقك تصبر عليه، حد دينك له دين عندك عندي تصبر صبر عليه؟ زي ما بيقولوا كده، صبر ايوب. فعلا الصيد بيعلم الصبر. الحمد لله. اهلا بيك يا حبيبي، شرفنا بحضرتك. حضرتك تحب يعني التكاليف الصيد هنا، هل دي تكاليف كبيرة؟ لا بسيطة. ايه؟ بسيطة. يعني مقدور عليها يعني. طب وانت بتشتغل مهنة طبعا، عندك شغل وكده، بتيجي بقى كل يوم هنا تصطاد؟ لا، برضه كل خميس. طب انت بتصطاد في الايام في كل يوم ولا لما يبقى البحر هادي بس؟ على حسب الجو برضه. يعني لما يبقى البحر نوى ينفع تصطاد؟ لا طبعا. بس في ناس بتقول ان في الصيد في النوى بيطلع سمك اكتر. ظهر النوى بعد النوى. بعد النوى. طب الصيد ده بيحتاج عدة خاصة، او يعني كل شاطئ يحتاج عدة خاصة ولا كله زي بعض؟ على حسب الصيد اللي انت نازل تصطاده ايه. الطعم بتاعك ايه؟ في برغوت، في ايه برغوت ده؟ برغوت اللي هو الجمبري ده. جمبري صغير. وايه تاني؟ في كذا حاجة، في طعم، في كذا طعم يعني. انت بقى بتختار الطعم على اي اساس؟ انا بصطاد البرغوت على طول يعني. انت متعود بيه كده انك على اساس انه زفر ويجيب السمك. وبتقعد قد ايه في اليوم عشان تصطاد؟ على حسب، ولا بنزلوا كده 3-4 ساعات. بقالك قد ايه في الصيد؟ لا، بقالي زمن. بقالك زمن كبير. حبيتها يعني؟ من زمان. ده انعكس على تصرفاتك واسلوبك في الحياة؟ لا عادي بقى، هي تسلية كده. تسلية وهواية. بتنصح الناس اللي بتفكر تصطاد تعمل ايه؟ لا، تنزل تصطاد. وكمان بتاخد وقت الشباب من انه ينشغل في حاجات مش مظبوطة انه يجوا هنا. طب هل ممكن تتأمل وانت بتصطاد؟ يعني تفكر في حاجات انت ممكن مفكرش فيها في وقت تاني. انت كده بتفصل اصلا، يعني بتفصل عن الشغل وبتفصل عن بيتك وبتفصل عن كل المشاكل. يعني انت بتعتبر ان دي بتساعدك نفسيا انك تواجه مشاكل الحياة. بشكرك يا استاذ، فرصة سعيدة. وقعت عشان انا مش صياد. استاذنا، تسمح لي اتكلم مع حضرتك كده عن الصيد؟ عندي صفحة على اليوتيوب، بحب نعرف الناس على الحاجات الكويسة الجميلة اللي الناس بتتبناها. انت حضرتك بقالك قد ايه بتصطاد؟ بحر فوق 30 سنة. في حتة تانية غير البحر بتصطاد فيها؟ بروح مثلا بطلع الصيد بولتي. فين؟ بروح مثلا الملاحات. مية مالحة برضه؟ لا، مية عذبة. مية عذبة؟ الملاحات مية عذبة؟ امال اسمها ملاحات ليه؟ هي اسمها ملاحات، بس بروح انا بصطاد. دي اسمها يعتبر ايه بالنسبة لنا احنا؟ مية عذبة. السمك هناك غير السمك اللي هنا؟ يعني هنا مفيش بولتي؟ لا، هنا مفيش بولتي. البولتي في الملاحات. والحاجات دي. طب انت ممكن تقعد قد ايه عشان تطلع سمك؟ امتى يعني؟ في اليوم. لا، ما حسب البحر. اكتر مرة طلعت فيها قد ايه؟ بيجي عليها وقت ممكن املى الثلاجة. ما شاء الله.
بس ايام ما يكون في سمك، انما دلوقتي مفيش سمك. طب ليه ما فيش سمك؟ لا داخله جوه المصنع قاعد. ده كل الموسم يعني الوقت ده من السنة بيبقى كده ولا بظروف؟ طب هل في شواطئ بتجيب سمك احسن من شواطئ؟ يعني احسن شاطئ في اسكندرية يجيب سمك ايه؟ انا هقول لك حاجه، ممكن المينا اه بتاعت النخيله والمينا بتاعت مثلا بتاع اسكندريه بيبقى فيها سمك ياما قوي. طب ما المواني دي فيها مراكب وشغل وكده، السمك ما يطفش منها؟ فيها حتت بيبقى فيها اساسا آه. بس هم منعوا كل ده. اه بس بيبقى فيها سمك. بيقولوا ان الصيد بيحتاج رخصة فين هنا ولا؟ على البحر وكده، مش محتاج الصيد بالسنارة، مش محتاج رخصة. انت بتطلع يعني انواع ايه المشهورة اللي تطلع هنا؟ ريش، بطاطا، قاروص، خميس. بتاخد حاجتك تبيعها ولا للبيت؟ لا للبيت. للبيت. اهلا بيك يا استاذنا، تشرفنا بحضرتك، شكرا. خلي بالك بس. ماشي ناخد بالنا. يا كابتن ايه ده؟ اصغر سائق على الشاطئ؟ ها؟ انت بايه؟ انت بتحب الصيد؟ هو بيحب الصيد من صغره. والله هو لسه صغير، فين الصغر بقى؟ بيصطاد فعلا؟ لا بيصطاد. بتمسكوا السنارة؟ عايز النار وانت حضرتك بقالك قد ايه بتصطاد؟ يعني بقالنا فترة يعني زمان. من زمان يعني قد من ايه؟ 4 سنين 5 سنين كده. يعني انت عندك 18 سنة مثلا؟ بالظبط، انا عندي 21 سنة. طب انت يعني بتقعد قد ايه عشان تطلع سمك؟ لا دي حاجة بتاعت ربنا يا رزاق. ممكن على حسب البحر كمان. ساعات تصطاد ما بتطلعش وجنبك واحد يطلع؟ فعلا. مع ان نفس المكان. بتحصل، هي ارزاق. ارزاق. يعني ما فيش مهارة في الموضوع، ما فيش خبرة، ما فيش برضه شطارة. الصياد برضه لازم يكون يبقى عينه على الفلة ويبقى فاهمان يعني. ايوه بس الادوات بتاعتك هل تفرق في موسم عن موسم تاني؟ طبعا. يعني في موسم حسب السمكة كمان بتفرق. ازاي بقى؟ يعني على حسب السمكة نوعها ايه، مثلا البطاطا بتاكل على عجينة بس. الشرغيش بتاكل على جمبري. برغوث الصغير. طب انت يعني عشان لو عايز بطاطا اديها عجينة يعني انت النهارده عايز بطاطا تعمل عجينة. بالظبط، بس على حسب برضه البحر والموسم بتاعهم. طب والموسم اللي احنا فيه، احنا دلوقتي في يناير، في نهايات يناير. موسم البطاطا. موسم البطاطا بتيجي كتير. احجامها بقى بتبقى قد ايه؟ يعني على حسب. يعني اكبر حاجة بتبقى كده؟ يعني كف ايدك كده. ما بتزهقش؟ لا ما بزهقش، حاجة بنحبوها ما بنزهقوهاش. طب ده هواية الصيد دي فادتك في حاجة؟ علمتك ايه؟ الصبر. كلهم بيقولوا الصبر. لا الصبر يعني لما حد ينرفزك ويضايقك ومش عارف ايه والله. برافو عليك. تنصح الشباب بايه؟ انصح الشباب اللي هم يعني يعيشوا حياة جديدة ويفوقوا من اللي هم فيه شوية، ويسيبوا الحاجات الوحشة ويجوا يصطادوا. بالظبط. وانت واقف كده بتصطاد بتفكر في ايه؟ فكر في نفسك. فكر في نفسك. هل بتبقى عندك مشاكل معينة تيجي هنا تفكر فيها؟ لا دي تلاقي لها حل وانت قاعد هنا؟ وتروح تنفذها. لا والله مش لازم اجي اصطاد، بقعد على البحر وبكلم نفسي يعني ساعات مع نفسي. جميل والله فعلا. لا فعلا جميل تجربة لذيذة قوي. شكرا يا حبيبي، شكرا يا شاب يا جميل. ميرسي. استاذنا الفاضل ازيك؟ انا بسجل حاجات كده بنزلها على اليوتيوب، فكنا عايزين نكلم حضرتك عن صيد السنارة. انت الناس الكبار بقى يعرفك اكتر. الباشا السلام عليكم. ازيك يا عمنا؟ يا مرحبا حبيبي، ازيك؟ انا بحب اسجل مع الناس الطيبين على صفحتي على اليوتيوب. امورنا باشا. الامر لله. حضرتك بقالك قد ايه بتصطاد؟ انا بقالي 35 سنه وما زهقتش؟ عمري ما ازهق. دي يعتبر مهنه احنا واخدينها. دي مهنه يعني حضرتك بتاكل منها عيش؟ ما شاء الله. يعني انت بتاكل منها عيش. طب والصيد بالسناره ده يفتح بيوت؟ دي متعه برضه، ودي ارزاق على الله طبعا. يوم البحر يديك يوم لا، او ممكن يديك 10 ايام يومين لا ما. طب هو الصيد فيه شطاره؟ الصيد بالسناره فيه شطاره ولا رزق بس؟ الصيد رزق بس تجهيز العده
95% تجهيز عده وربط وسلاح، وتعرف الطعميه اللي انت هتاكل ايه. واخد بال حضرتك؟ والارضيه واكله السمكه على عالي على واطي، واكله بره واكله جوه. الله. دي ليها برضه حرفه. وانواع الحاجه الشص اللي بتاكله السمك اللي بتحط فيه الطعم ده بتختلف حسب الموسم. في جمبري شكنوره، في دود ناري، في صرصار بحر، في دود مشرشر، في دود يعني التطعيمات دي كل طعم يطلع نوع معين؟ لا هي السمكه طالما جعانه هتخش على اي طعم معين. حط دي في دماغك. زي البني ادم لو هو جعان لو حطيت له عدس وما بياكلوش هياكل. انسب موسم للصيد ايه في اسكندريه؟ الشتاء حضرتك. الشتاء. طبعا. ليه بقى اشمعنى؟ السمكه بتبقى حاضره الميه، الصيف الميه بتبقى كاشفه زي كده ما تاكلش. يعني بص الميه كده اكل ضعيف، لو الميه عاليه وميه والبحر متعكر تاخد منه سمك. روحت قبل كده من غير سمك؟ لا. ما شاء الله. عمري. طب جميل. بس في ساعات اكتر مره جبت سمك فيها كان كام كيلو؟ معدي في يوم 8 كيلو. ده كان في موسم ايه؟ في الشتاء برضه. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. الله يكرمك. استاذنا الفاضل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت مستمتع؟ انا مستمتع. يعني بتحب الحكايه دي؟ انت بتشتغل حاجه تانية مش صياد بس؟ بتيجي كل قد ايه هنا؟ يعني يوم ويوم. في الشاطبي؟ مفيش شغل خلاص بنيجي نقعد. بتروح حته تانية، شاطئ تاني؟ لا. مفيش شاطئ تاني. طب الصيد في الايام العاديه ولا في المنوات احسن؟ في النوات طبعا. بعد النوة. بعد ما النوة تهدى، يعني اليوم اللي النوة تهدى فيه تروح نازل على طول. ايوه. تطلع شغل. طبعا. طب انواع السمك اللي بتطلع هل بتختلف كل مره؟ ويعني انت على شاطئ اهو، ممكن تيجي في يوم تلاقي انواع وفي يوم تاني تلاقي انواع؟ ممكن. بيبقى السبب ايه؟ لا ما فيش سبب. اهو هي مواسم بتاعتها. مواسم. انت سعيد؟ طبعا سعيد. الله اكبر. تنصح الناس اللي لما بتصطادش تصطاد ليه؟ فضي دماغها. فضي دماغها. يعني انت بتفضي دماغك. محدش بيعكرك ولا تعكره. يعني بتيجي هنا بترتاح نفسيا. بتحل المشاكل المعقده. ربنا يوفقكم ويرزقكم. واشكركم يا جماعه. ميرسي. الامر لله.